لو انت مغترب وعايش بره مصر، فاحب اقولك ان ده افضل وقت تقدر تستثمر فيه في العقار المصري، سواء بغرض الاستخدام او الادخار او الاستثمار. كل ده عشان تستفيد بفرق العملة. لانك ببساطة لو في اي وقت فكرت ترجع مصر او تستقر او حتى تنزل اجازة، هيكون عندك المكان اللي هتقعد فيه وتستخدمه، بدل ما تروح تأجر او تنزل في فندق، خصوصا بعد ارتفاع اسعار الايجارات في الشقق، وكمان زيادة اسعار الخدمات الفندقية في مصر عشان زيادة الدولار. اما بقى لو هتفضل موجود هناك، فانت تقدر تأجر الوحدة دي لما تستلمها وتجيب منها عائد كويس جدا. وموضوع الايجار ده دلوقتي بقى اسهل ما يكون، ممكن تأجرها عن طريق ابلكيشنز الريل استيت اللي بقت موجودة ومنتشرة في مصر بشكل كبير جدا، او عن طريق شركات البروكرج والتسويق، او حتى عن طريق الماركت بليس اللي بقى موجود في كل مواقع السوشيال ميديا. وكمان ممكن بعد ما تأجرها سنتين 3 تعمل لها إعادة بيع وريسيل وتكسب منها كويس جدا، وتبقى كده استفدت من زيادة قيمة عقارك، وكمان من العائد الإيجاري اللي جالك منها من خلال فترة التأجير. فرق العملة دلوقتي ممكن يعمل لك مكاسب قوية جدا قدام.